بنبأ حادث التفجير الإرهابي الغاشم الذي استهدف في منطقة مزدحمة من بلدي من العاصمة الصومالية مقديشو، والذي على إثره قتل ما يقارب عن 300 شخص، من بينهم الأطفال والنساء. ومن هؤلاء الضحايا 4 شبان إخوة من عائلة واحدة. السيد الرئيس، أيها السادة والسيدات، إننا إذ نستنكر هذه الأعمال الإجرامية بشدة، نرحب بسيادتكم تقديم التعازي باسمكم وباسم برلمان إفريقيا الموقر إلى أسر الضحايا والمصابين، وإلى الحكومة والبرلمان، وإلى الشعب الصومالي عموما. سيد الرئيس، إننا على الرغم من إشادة الجهود التي تقدمها القوات الإفريقية، إلا أننا نرى أنه لا يمكن التغلب على المنظمة الإرهابية إلا عن طريق جيش صومالي قوي. والجيش الصومالي يحتاج إلى سلاح، يحتاج إلى معدات وأجهزة ليطلع دوره في تحرير البلاد من حركة الشباب الإرهابية. سيد الرئيس، أطفالنا يقتل ونساؤنا يموتون بسبب العقوبات المفروضة على توريد السلاح عن الجيش الصومالي. ومن هنا أسأل سعادة السفيرة، ألم يجب أن يعمل الاتحاد الإفريقي جنبا إلى جنب مع الحكومة الصومالية حول رفع العقوبات على توريد السلاح، لنتمكن الإنقاذ من شعب الصومالي من القتل والانفجارات المروعة، وبما يسهل الجيش الصومالي على دوره الطبيعي. وشكرا جزيلا سيد الرئيس.